السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أحباب الله وأنصار الله وأنصار الحق. في هذه الحلقة كما وعدتكم في الحلقة السابقة سنتحدث عن معلم أثري. معلم أثري يعني منتشر في عديد البلدان في مغربنا الكبير. هو معلم قديم جدا، يقولون أن تاريخه يعود إلى حقبة ما بين 30 إلى 100 سنة قبل الميلاد، قبل ميلاد عيسى عليه السلام. لكن في الحقيقة وأنه يرجح أكثر أنه يكون منذ 400 سنة قبل الميلاد. هو بناء قرطاجني، هو بناء قرطاجني، هو ليس بناء رومانيا. بالعكس، الرومان أرادوا أن يعلموا ويعرفوا سر هذا البناء فهدموا فيه ما هدموا ونقبوا فيه كما نقبوا حتى شرفوا على تدميره أصلا. لكن الحمد لله في ذلك الوقت، في وقت الرومان، وقت حين احتلالهم لقرطاج العظيمة التي تمتد من ليبيا إلى المغرب وموريتانيا كما قلنا من قبل، والتي حكمت المتوسط كله. قرطاج التي في الحقيقة وصل بها ذو القرنين برقة الثاني إلى المكسيك وإلى الصين أيضا. فنحن هنا نتكلم عن معلم أثري يقولون لنا أنه ضريح، قبر. كلما يكتشفون شيئا، خاصة إبان الاستعمار الفرنسي لدول شمال أفريقيا تونس والجزائر، فيقولون لنا وأن هذه قبور. هم يريدون في الحقيقة أن يقبروا ما تعلموه، هم يريدون أن يدفنوا ويقبروا تاريخنا وإرثنا وعلومنا وحضارتنا. هم يريدون أن يقول أنهم هم الروم الذين بنوا وسيطروا وعلموا، وكل شيء في أوطاننا راجع بالملكية إليهم، ذلك أنهم ينسبون التاريخ والحضارة والتراث والآثار إلى أجدادهم، وبذلك يستطيعون أن يجدوا علة كاذبة لاستعمار شعوبنا وأراضينا واستغلال ثرواتنا. فهذا المعلم في الحقيقة هو ما يسمى بضريح الرومية في الجزائر، حتى أنهم ينسبون هذا المعلم إلى الرومية دائما وأبدا، في حين أن الرومان لم يبنوا شيئا على أرضنا. بالعكس، هم جاءوا ليدمروا ودمروا الحضارة القرطاجنية، بناءات ومعمار، مصانع عملاقة، نعم، منشآت كبيرة وكبيرة جدا، مدن بأسرها دمروها تدميرا، حقدا كرها، نعم، حقدا رومانيا يهوديا. الكل يعلم هذا ويريدون أن يبلغونا وأن تلك الآثار التي هي موجودة في بلداننا هي تعود إليهم وليست قرطاجنية. لا نتحدث كثيرا في هذا، ولكن اليوم سنتحدث عن معلم أثري هو في الحقيقة صرح لا يعلم أحد إلى هذه اللحظة، إلى هذا اليوم، ما عدا قلة قليلة نبأتهم بماهية هذا الصرح على مجموعة السر الأعظم علم من الكتاب على فيسبوك. لكن الكثير والكثير لا يعلم سر هذا المعلم التاريخي العظيم، وهو ما يسمى الضريح الموريتاني بتيبازا بالشقيقة الجزائر. إذن نحن اليوم سنتحدث عن سر هذا المعلم الذي ترونه أمامكم. لذلك سأطفئ الأضواء حتى نشاهد التضاريس التي صنع وبني فيها هذا المعلم. إذن لنطفئ الضوء. كما ترون
أحبابي في الله، هذا هو ضريح الموريتاني في تيبازا في الجزائر، وهو يأخذ هذا الشكل، ونحن نراه ثنائي الأبعاد، هو دائري في الحقيقة، نعم دائري الشكل، وعلى جوانبه يحيطه 60 عمودا، 60 عمودا أي بعدد الثواني في الدقيقة وعدد الدقائق في الساعة. وهذا ينبئنا أولا وقبل كل شيء وأن عملية قسمة الزوايا، نعم، على 60 أو ضارب 60 في 380 أو ضارب 60 في 6 360، هذا الشكل، وبناء 60 عمودا حوله دائريا ينبئنا أيضا بشيء ما، وهو خطوط الطول على الأرض وخطوط العرض، خطوط الطول وخطوط العرض التي منها وبها نستطيع أن نثبت ونعطي لكل شبر على الأرض مكانا. بماذا؟ بالإحداثيات. ليس هذا موضوعنا أولا، ولكننا سنرى ما حقيقة هذا النصب العملاق، هذا الصرح. إذن لنذهب ونرى هذا الصرح ثلاثي الأبعاد كما ترون. إذن هو دائري الشكل. هنا أنتم ترون التضاريس. التضاريس هو في الحقيقة يأتي على ربوة، نعم، هو فوق ربوة. كل تلك الصروح المشابهة لهذا الصرح في الجزائر، في المغرب، في تونس، في ليبيا، هي كلها فوق ربوات، أي في مرتفعات. سنأتي لماذا تشيد هذه الصروح في هذه الربوات أو هذه الهضاب، في هضبة، نعم، مرتفعة قليلا. عن ماذا؟ عن الحقول. عن الحقول، أين المزارع؟ نعم، وأين الإنتاج؟ إذن ها هنا كما ترون خيرات حبيبتنا وشقيقتنا الجزائر، الأرض الطيبة، نعم، ترون، نعم، كيف أن حول هذا الصرح حقيقة كلها غابات، حقول ومزارع، نعم. وهذه المنطقة حقيقة هي مشبعة بالمياه الباطنية والحمد لله. إذن فلنذهب ونرى أكثر هذه التضاريس المحيطة بهذا الصرح العملاق، لنأتي فيما بعد على استخداماته، ما الذي، كيف كانوا يستعملون ولماذا صنعوا هذا الصرح، وما هي الاستعمالات لهذا الصرح العملاق. سنأتي على العجب العجاب في حضاراتنا القديمة، حضارة قرطاج العظيمة. إذن فانظروا، نعم، حول هذا الصرح، نعم، حوله كلها، نعم، كلها أراضي زراعية وفلاحية، منتوجات. لنقل الآن وأن الكثير من إخواننا في الجزائر يتعجبون من أنفاق، نعم، مبنية بناءات هنا في هذه الأماكن على سواحل، نعم، تيبازا والجزائر عامة، تخرج منها مياه معدنية، يعني باردة أكثر من الطبيعي، نعم، في برودتها هي أكثر من الطبيعي أصلا. فنحن هنا وقد رأينا هذا الصرح، نعم، هذا الصرح، ورأينا المنحدرات حوله والحقول والمزارع. لنقول الآن ونذهب لفتح الأبواب. إذا أحبابي في الله، هذه المزارع وهذه الحقول حول هذا الصرح. هنالك من المنتجات الفلاحية من لا تصبر، حقيقة لا تصبر بمفعول الحرارة مثلا، لا يمكن حفظها
أحيانا أكثر من يومين أو 3 أو 4 حتى يقع حفظ هذه المنتجات في هذه الحقول، في هذه المزارع، في هذه البساتين. كان من قبل يفكرون أساسا كيف يحفظون منتوجاتهم الزراعية، الغلال، الخضر، الفواكه. أيضا هنالك فواكه نعم لا تصبر، نعم فتفسد. كان لابد من طريقة للحفظ، لحفظ هذه المواد. الألبان مثلا، السوائل، المنتوجات الغابية، الزيوت، هنالك سوائل أيضا لابد من حفظها في درجات حرارة معينة ومدروسة ومضبوطة. سنأتي إذن على هذه الضرورة التي جعلت من أجدادنا القدامى يصنعون هذا الصرح، ولماذا وكيف تم بناؤه وتشييده. تم بناؤه وتشييده بعلم، بمعرفة. تحدثنا فيما قبل عن مدرسة العلوم، مدرسة الحكمة والعلوم في الوثاقة أوتيك. تحدثنا عن ذي القرنين، تحدثنا في علم الأسباب، تحدثنا أيضا في أسرار الأهرامات ولماذا بنيت الأهرامات. هم أيضا عندما احتلوا مصر الحبيبة، عندما احتلوها ونهبوا آثارها ووزعوها في عديد المتاحف عندهم في اللوفر وغيره، ماذا يقولون؟ يتركون لنا المعلومات أنها كانت مقابر الفراعنة. كل ما يجدونه وفيه أسرار علمية بحتة، لا ينبئوننا بالحقيقة، لا يعلموننا، بل يتركوننا في جهلنا وفي أمنيتنا نتخبط في الجهل. وهذه هي علوم نشر الجهل. هم ينشرون الجهل في المجتمعات أساسا لاستعمارها واستغلالها وابتزازها واستعبادها أصلا، وليسهل عليهم أيضا استعمارها واقتحامها. فحتى الأهرامات قالوا لنا لأجدادنا أنها مقابر فرعونية. كلما وجدوا نصبا أو صرحا فيه من الأسرار العلمية إلا ويقولون لنا وأنها قبور. ألا قبر الله أيامهم القادمة إن شاء الله، ألا قبرهم الله في جهنم وبئس المصير. إذن أحبابي في الله، بعد أن رأيتم هذا الصرح العملاق، نأتي الآن علميا كما ترون هنا في هذا الصرح هنالك منخفضات جانبية. الحقيقة وأن إخواننا والباحثين في الآثار في بلداننا العربية والمغربية خاصة لا يزالون تحت رحمة علماء بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، حتى أنهم الروم وتعلمون من هم الروم هم الناتو حاليا، هم دول الناتو الأوروبية من إيطاليا وفرنسا، الفرنج والإيطاليين والجرمان والفايكنج واسكتلند. من تلك الدول تكونت مجموعات عصابات وكونوا روما لتهاجم وتدمر قرطاج العظيمة. فالحقيقة وأن إخواننا في بلداننا العربية لا يبحثون كثيرا في هذه المعالم التاريخية ولا يبحثون عن أسرارها ولا يصبرون أصلا، بل هم يتلقون المعلومات مفروضة عليهم من الغرب، من أوروبا، من علماء الروم. فهم يتلقون تلك المعلومات ورغم أنفهم لا يفتحون شفاهم ولا حق لهم في أن يبحثوا في أسرار هذه الصروح. هي منتشرة حقيقة بين تونس والجزائر وليبيا والمغرب الشقيق، ولكن أغلبها متراكم عليه الرمال، فلم يقع التنقيب فيها. إذن نذهب الآن إلى هذا الشكل. هذا الصرح كما قلنا هو في ربوة، في هضبة مرتفعة، ترون بجانبه هنالك بناءات وعمران ليس منقبا فيه حقيقة، وهنالك أماكن حوله
لا تزال تحت التراب. سنأتي على ذلك لاحقا. الآن سترون هذا الشكل. هذا الشكل من فوق هو شبيه بهذا الصرح، لكن ما تحت الصرح هنا دائريا حول هذا الصرح أشياء أخرى سنأتي عليها إن شاء الله. فهذا الصرح هو في الحقيقة عبارة في قبته عبارة عن قنوات للهواء. قنوات يعني في القبة من فوق قنوات انعراجية منعرجة، نعم، تأخذ الهواء من الخارج يحوم هذا الهواء، نعم، ويقوم بالحركة الانعراجية داخل هذه القبة. لكن هذه القنوات حقيقة في أقطارها ليست بكبيرة، هي لا تتجاوز بين 40 و30 سنتيمتر. فهذه الحركة الانعراجية لهذه القنوات في القبة تجعل من الهواء، نعم، يتسرب في داخلها بطريقة انعراجية، خاصة إذا كانت هذه الفتحات تفتح أساسا، نعم، في اتجاه هبوب الرياح أساسا. فهذه الحركة الانعراجية للهواء تصل إلى منتصف ماذا؟ إلى منتصف هذه القبة. لن نقول مستقبلا أنه ضريح، سنقول أنها قبة الثلاجة العملاقة، قبة المعدل الحراري الذي يقوم بتعديل الحرارة، قبة المكيف الطبيعي، نعم، قبة ماذا؟ قبة يعني المضخة والتوربين. سأغلق إذا أغلقنا الجهاز ونواصل إذا ونتثبت من البث. إذا البث جيد الحمد لله. هذه الحركية الانعراجية للهواء بهذه الطريقة لها دور فيزيائي كبير جدا جدا. فتكون عملية الضغط المسلط داخلها بحركية الهواء، نعم، هي في الحقيقة ذات ضغط عالي، بحكم وأن ماذا؟ أقطار هذه القنوات هي صغيرة، حتى أن هذا الهواء عندما يصل إلى داخل الغرفة التي يسمونها غرفة الضريح أو القبر لا أدري، كل شيء عندهم قبور. عندما يصل إلى هذه الغرفة يجد الفتحة والممر الكبير. الممر، نعم، هذا الممر المنعرج، نعم، في الاتجاه المعاكس. إذا كانت هذا الانعراج في هذا انعراج الهواء في القنوات الصغيرة في هذا الاتجاه، فتجد الانعراج في القنوات الكبيرة التي هي ما بين المتر أو متران، نعم، في الطول والارتفاع، تجدها كبيرة. فتجد الانعراج عكس الانعراج الأول هكذا. حركية الهواء لنقل الغاز داخل هذه القنوات، ثم رجوعه وخروجه من هذه القنوات الكبيرة. هنالك فارق في الضغط أولا، ثم أن خروج الهواء في هذه القنوات عكسي تماما. إذا كانت هنا نسبة الضغط 1 أو مثلا نقول 10 ضغط،
فها هنا في هذه الممرات الكبيرة الانعراجية عكسيا نسبة الضغط فيها يعادل ما بين 2 و5 لنقل. نعم، ما بين لنقل أنه 2 بار مثلا. لاحظ معي جيدا يا من تريد أن تبحث في هذا الموضوع، أن تقدم فيه بحثا علميا، ستستعين بأشياء أخرى، لكني أنا أريد أن أبسط الموضوع أكثر فأكثر حتى يفهمه عامة الناس. هذه الحركية الانعراجية للهواء ثم وصوله إلى حركة انعراجية معاكسة، ثم بفارق الضغط الذي كان 10 فيصبح 2 في هذا المنعرج. هذا الفارق في الضغط بحركة الهواء المنعرج ماذا يعطينا أساسا؟ أول أساس لصنع الثلاجات وصنع المكيفات والمعدلات الحرارية، آلات تعديل الحرارة، نعم، الحرارة والبرودة. هذه الحركية أساسا الانعراجية للهواء طبيعيا، ثم انعكاسها في الانعراج بفارق ضغط من 10 إلى 2 لنقل. هذا ماذا يسبب؟ أولا ما الذي يقع؟ أولا تنخفض درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر. تحت هذه القبة تنخفض درجات الحرارة إلى معدلات ما تحت الصفر، نعم، حيث تتثلج المياه، نعم، وتبرد كثيرا. هل فهمتم الآن؟ إذن أول شيء يقع في حركية الهواء الانعراجية بفارق الضغط بين الأعلى والأسفل هو التبريد. لدرجة ما تحت الصفر. هذا أولا. 2 هذه الحركية للهواء أساسا، نعم، بهذا الأساس الفيزيائي تبرد، تجعل البرودة. لكن ما رأيكم لو أن حركية الهواء أصبحت منعكسة؟ فهنا عندما يدخل الهواء، نعم، في القناة الكبيرة التي هي أكبر في قطرها، نعم، فيخرج عبر القنوات الضيقة، ينعكس ماذا؟ ينعكس الضغط. فما الذي يتولد حقيقة؟ يصبح هذا المحيط كله، نعم، يتلقى الحرارة شتاء، توليد الحرارة. إذن من هنا أحبابي في الله فهمتم أن هذا الصرح أساسه فيزيائي طبيعي جدا، لا يستحق محركات ولا طاقة وما إلى ذلك، لا يستحق، نعم، وليس في حاجة إلا لمكان مرتفع قليلا، ربوة أو هضبة أو حتى جبل، نعم، ليتلقى حركة الهواء من حوله. لا يحتاج بنزين ولا كهرباء وما إلى ذلك. إذن فنحن بهذا الصرح أصبحنا نستطيع بالتحكم في هذه الفوهات للهواء، وهذه أيضا أصبحنا نتحكم في داخل هذا الصرح بتعديل الفوهات والمخارج
إذن في الحرارة، عندما نريد الحرارة نرفع الحرارة، عندما نريد البرودة نعم نعكس الأمر فنوفر البرودة. وإذا وفرنا البرودة لما تحت الصفر، حقيقة لو كان عندنا نوع من المخازن ها هنا، هذه المخازن، نعم لنقل هذه مخازن، هذه أبواب مخازن تحته. إذن فها هنا إذا أردنا أن نحفظ منتوجاتنا الفلاحية، نعم، وحتى ما نصنعه في درجات برودة فنحن نستعمله كمبرد ثلاجة عملاقة. وإذا أردنا الحرارة، نعم، فسنجعله للحرارة شتاء، أي لتعديل درجات الحرارة. هذا أول شيء نتحدث فيه عن هذا الصرح العملاق. لكن ما لم يكشف عنه كما كنت أحدثكم هو شيء آخر، أن في هذا المستوى المرتفع لا تبنى هذه الصروح عادة إلا إذا وقع اكتشاف خزانات مياه جوفية. عادة الخزانات المياه الجوفية تكون في أماكن يعني ما تحت الهضاب والربوات. فإذا ما وصل أجدادنا إلى اكتشاف خزانات مياه باطنية تحت ربوة من الربوات أو هضبة، نعم، يكون مستوى المياه فيها قريب جدا لسطح الربوة أو الهضبة. حينها تكون إمكانية صناعة وبناء هذه الثلاجة العملاقة، هذا المكيف العملاق. حتى تعلموا أحبابي في الله، الكارثة والكوارث عندما ينهبون آثارنا وعندما يأتون لاكتشاف آثارنا، فهم تعلموا كيف يصنعون الثلاجة والمكيف والمعدلات الحرارية ويبيعونها لنا. وماذا يقولون لنا؟ أن هذه الصروح هي قبور. نعم، أحيانا يجب أن نخجل من أنفسنا ونخجل، نعم، نخجل من أنفسنا. كيف ضيعنا علوما ومعارف؟ أصبحوا يبيعون لنا الثلاجات العملاقة والمكيفات وهي علوم وكنوز مسروقة من آثارنا ومن كتبنا ومجلداتنا. لأن هذا الذي أريكم إياه هو في الحقيقة كان مرسوما تفصيليا في هندسته والغاية منه على هذا الصرح وعلى الصروح المماثلة له، لكنهم نهبوها، ولكن أجدادنا لم يقرؤوها ولم يدرسوها. نأتي الآن، إذا ما كانت هنالك مياه باطنية تحت هذا المكان، وأنتم كما رأيتم يعني الصرح هذا الضريح الذي يسمونه الضريح، حوله كلها مزارع ومنتجات يعني لإنتاج الفلاحي. فذلك المكان حقيقة هو مشبع بالمياه الباطنية والحمد لله. إذن ما رأيكم أن هذا الصرح أساسا هو في ذات الوقت بفارق الضغط للهواء، وعبر هذه القناة التي رسمتها باللون الأخضر فارق الضغط الذي يولده الهواء المنعرج في مساره، مسار الهواء المنعرج، أكثر من أنه يسبب التبريد والعكس يولد الحرارة. فأين يذهب ذلك الفارق في الحرارة؟ لنقول ما بين 10 بار إلى 2 بار. أين تذهب 8 بار؟ أين تذهب؟ نعم، 8 بار هي تذهب أساسا في مسار الهواء
إلى عمليات التبريد أو الحرارة، توليد الحرارة. لكن ما رأيكم لو أن أجدادنا فكروا في أن يأخذوا هذا الفارق في الضغط، الفارق في الضغط، ليجعلوا من هذه القناة أساسا نعم عبارة عن مضخة تضخ بالضغط، بضغط الهواء الطبيعي من دون طاقة طبيعية هوائية. فتصور معي وأنك في انخفاض الضغط في هذه القناة هنالك انخفاض للضغط، أما في القناة الزرقاء فيها انخفاض للضغط نعم، والخضراء فيها وهي أكبر طبيعي فيها زيادة في الضغط. هذا فارق الضغط الذي أتحدث عنه. هذا الفارق في الضغط ماذا سيحدث؟ سيحدث عملية امتصاص للمياه الجوفية عبر هذا البئر مثلا. سيخرج الماء من هنا وستوزعه هذه المضخة بهذا الفارق في الضغط إلى الحقول والبساتين في تيبازا. ستوزعها أيضا إلى المساكن، إلى القصور، إلى المباني، إلى المصانع، إلى داخل القرية، إلى أي مكان يريدونه. نعم، بهذا الفارق في الضغط سيتوزع الماء نعم إلى أي جهة من الجهات في تيبازا في الجزائر. نعم، هذا هو الأساس، خاصة إذا قلنا وأنك تعتمد على فارق الضغط. إذن ها هنا لأقول لكم قبل أن نأتي إلى ثالثا هي مضخة مياه وتوربين مياه قوي جدا يضخ المياه من جوف الهضبة التي عليها هذا الصرح إلى كل المزارع. نعم، يعني بطريقة أو بأخرى قبل الميلاد بمئات السنين أجدادنا كانوا يصنعون صروحا، يعني مصانع كبيرة وكبيرة جدا بالعلم والمعرفة. فهذه العملية لو أنك بين قوسين نظرت إلى المكيف، أي مكيف عندك في البيت، هنالك اثنان من المخارج للغاز. هنالك مخرج للغاز نعم صغير، وعندك أيضا مسرح نعم، هذا الخارق يسمونه، وهذا المسرح ستجده أكبر من الخارق. هل لاحظت ذلك في المكيف؟ في محرك المكيف الضاغط الذي تضعه خارج المنزل، هل لاحظت هذا؟ هذا هو الأساس الذي انبنى عليه صنع الثلاجات والمكيفات، فارق الضغط وحركية الهواء المنعرج. كما ترى تلك القنوات التي هي وراء الثلاجة أو التي هي في المكيف في الضاغط، يعني لنقل الكمبرسور الضاغط نعم خارج المنزل، هي عملية حركية للغاز أو الهواء انعراجية. الأمور علمية بحتة. إذن فأنت ها هنا إذن أكثر من أنها ثلاجة عملاقة ومعدل حراري، هي أيضا لأضخ المياه. ويا أحبابي في الله، على كل من طلبني واتصل بي على الخاص أنه يرغب في تقديم أطروحة أو دراسة أو رسالة أو بحث ليتأكد، نعم تستطيع أن تذهب لتتأكد من ذلك المعلم في تيبازا، ستجد أنهم دمروا جوانبه فلم يجدوا إلا ممرات، حتى أنهم عندما دخلوا نعم ليستكشفوا
ما هذا؟ ما هذا؟ نعم، وجدوا هذه المخارج لهذه القنوات الصغيرة. بعد سنين وسنين اكتشفوا نعم هذا السر، لكنهم لا يبوحون لكم به، بل أنهم يصنعون به صناعاتهم ليصدروها لنا. إذا وصلنا الآن إلى معرفة وأن هذا الصرح وما تحته من مخازن، نعم تحت ذلك الصرح هنالك مخازن كبيرة وكبيرة جدا، يعني لا تزال تحت الأتربة، لكن سيكتشفها إخواننا في الجزائر. الآن نذهب إلى هذه ماذا؟ ما ترونه من أعمدة 60 عمودا و4 أبواب مغلقة دائريا 60 عمودا. ما رأيكم لو وضعنا عمودا فوق هذه القبة؟ لنقل مثلا نضع علم الجزائر فوق هنا بهذه الطريقة، وحسب هذه الخطوط الأعمدة نعم سينبئنا طلوع الشمس وغروبها بالفصول، وسينبئنا بالتوقيت كم الساعة، سينبئنا بمواسم الحصاد ومواسم الحرث. نعم، انعكاس أشعة ضوء الشمس على هذا العمود في كل مرة سيعطينا اتجاها نحو عمود، لكن هم يقولون لكم وأن هذه القبة عبارة عن حجارة مرصوصة. لا، هي كانت قبة يعني مكتملة، نعم مغلفة، وفيها من الخطوط التي تدلنا على التوقيت والتي تدلنا على الفصول. أكثر من ذلك، هذا الشكل الهندسي نعم باعتماد هذا العمود من فوقه يكون مرصدا لحركية البروج في السماء، وسنأتي على الطريقة التي يقع اعتمادها وكأنك عندك قبة سماوية، قبة رصد فلكي. نفس الشيء بهذا الصرح بهذا الشكل الهندسي الجميل والرائع الذي بناه أجدادنا. نعم، تستطيع أن تفعل كثير الأشياء. إذن هنا 4 هو مرصد فلكي. رأيتم أحبابي في الله توليد البرودة، توليد الحرارة، نعم مضخة مياه ومرصد فلكي. لكني لن أخفي عنكم أحبابي في الله، وأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ للروم والمستعمرين أنهم يكتشفوا ما تحت هذا الصرح الجميل والرائع والكبير والعملاق. هم لم يكتشفوا بعد، لأن هذه الأبواب أحبابي في الله التي صنعها أجدادنا بعلم الأسباب والعلم اللدني وعلم الرقيم، نعم بما تعلموا من الخضر عليه السلام، هذه الأبواب تفتح وتغلق بالترددات الصوتية. إلى هنا أقف وأقول لكم ملتقانا إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.